السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد بالكيكه الجميله دي اللي ريحتها قلب البيت بالبرتقال. بصراحه تحفه، طعمها ممتاز وقوامها حلو قوي، وهي هشه من جوه كده وطريه. بص طريه ازاي معايا. مقادير سهله وبسيطه، مكونات موجوده في البيت. شوف مقاديرنا مع بعضينا. النهارده معايا بوله اهي فيها كوبايتين دقيق منخولين، ومعايا كوباية سكر، كوباية عصير برتقال، معايا نص كوباية زيت وثلاث بيضات ومعلقة صغيرة زبادي، 3 معالق كبار زبادي وبشر برتقال وكيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. تعالوا نشوف هنعمل المكونات دي ازاي. نجيب الخلاط كده معانا. بسم الله. هنزل بالثلاث بيضات مع بعض، واروح نازله عليهم بالفانيليا الاول. بعد الفانيليا نازله عليهم بالزيت. بعد كده هروح نازله معايا بالزبادي بتاعي، دول 3 معالق كبار زبادي، كوبايه صغيره. واروح نازله معايا بالسكر، نازله عليهم كوبايه العصير برتقال دي عصير برتقال فريش ريحته حلوه قوي. واروح عامله كل دوت ضرباه في الخلاط. بص بقى عامل ازاي، شكله لونه فاتح قوي وكريمي كده. تيجي بقى هنزل بالخليط السوائل دي كلها على الدقيق اللي انا حطيت عليه البيكنج باودر وذره ملح. هبتدي بقى اقلب الخليط ده كله مع بعضه كده. مش قادره اقول لكم بقى ريحتها حلوه قد ايه. هقلب كل الخليط دوت. انزل بقى ببشر البرتقال اخر حاجه. بشر البرتقال ده بيدي ريحه حلوه قوي للكيكه الصراحه، وكمان مش بيمرر لان انا باخد القشره بس. ابتدي بقى عندي صينيه مدهونه زيت مقدراها دقيق. هنزل بقى بالخليط الجميل اللي انا عملته ده كله. ابتدي بقى احنا مشغلين قبلها الفرن قبلها بربع ساعه، ده خبطتين كده. ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهختبرها بعديها بعد 35 دقيقة بالظبط. تعالى بقى نعمل الصوص الجميل ده مع بعضينا. دي كوباية عصير تانك، مش حابة تحطي تانك حطي عصير فريش زي ما انت عايزة. هنزل عليهم بمعلقة سكر، وهجيب معلقتين سكر ومعلقة واحدة نشا. هقلبهم الاول على البارد، كل ده انا لسه ما ولعتش النار. هقلبهم مع البارد خالص، مش هخلي فيهم اي كتل. ابتدي اقلب فيهم واولع النار بقى عليهم. بص بقى الصوص الجميل ده ريحته الصراحه حلوه قوي، طعمه جميل جدا، او قوام حلو قوي خفيف كده وكريمي. الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن. هنختبرها بقى ايه بخلة شيش طاووق اهي، طلع جميله معانا. تيجي بقى نقدمها شرايح برتقان بقى وجنبها الصوص بتاعها ده، وهنقطعها ننزل بقى عليها بالصوص الجميل ده. شوفوا قد ايه حلو، ريحته جميله. يا رب يعجبكم الفيديو. انتظروني في فيديوهات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.